رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مؤلف لمعة الاعتقاد هو ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي، وولد في شعبان في سنة 541 هجرية 541 هجرية. قد مدحه العلماء وأثنوا عليه، وله مؤلفات كثيرة. يعني من مؤلفاته في الفقه كتاب الذي نقرأه في المغرب العمدة، كذلك العدة والمغني والمقنع. وفي العقيدة هذا الكتاب، والقدر وذم التأويل وغير ذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى في علوم شتى. وشرح هذا الكتاب وهذا المتن شيخ محمد ابن صالح العثيمين بشرح مختصر وتعليق مختصر، كما ذكر هو رحمه الله تعالى، أي الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقبل أن يبدأ في شرح الكتاب بدأ بذكر قواعد هامة في الأسماء والصفات. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قواعد هامة في الأسماء والصفات قبل بدء شرح كتاب لمعة الاعتقاد. فنقرأ ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: وقبل الدخول في صميم الكتاب، أي في أصل الكتاب، أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما هو الواجب؟ نحن نصوص، أي الأدلة من الكتاب والسنة. ما هو الواجب؟ قال: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها. السميع مثلا يدل على السمع، على الظاهر. وجه الله والوجه المعروف على الظاهر. يد الله، أولم يروا أنها خلق لهم مما عملت أيدينا. يد الله على الظاهر، على الظاهر، على الظاهرة. يد الله المعروف في لغة العرب. ما معنى اليد؟ اليد معروف. الوجه معروف في لغة العرب. يضحك الله، معروف الضحك في لغة العرب، المعنى معروف، لكن الكيفية كما تقدم معنا مجهولة، فنبقيها على ظاهرها، أي المعنى المعروف. قال: على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن من غير تغيير إلا إذا هناك دليل من القرآن والسنة أن المعنى غير المعنى الظاهر. أما إذا كان ما في دليل من القرآن والسنة فنبقيها على ظاهرها. قال: لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله، أي ما يدل عليه القرآن والسنة، على ما هي عليه في ذلك اللسان العربي. الضحك معروف معناه في اللسان العربي، الوجه معروف معناه في اللسان العربي، أبقى على ظاهره. لا نقول اليد معروف معناها في اللغة العربية، لا نقول معنى اليد هو القدرة أو القوة. الوجه هو يعني النعمة أو غير ذلك. الضحك المراد به الإرادة أو المراد به أو غير ذلك من التأويل. لا، الضحك معناه معروف، لكن الكيفية لا نعلمها كما تقدم معنا. لا نعرف
كيفية صفات الله عز وجل. قال: فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام. نعم، الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي، فما دل عليه القرآن يعني الآيات هو ما دل عليه لغة العرب، لا نغير إلا إذا هناك دليل. ما في دليل خلاص نبقي على لغة العرب، لأن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين، أنزل القرآن. فإذا قلنا أن مثلا اليد معروف في لغة العرب معناها اليد، غيرنا معنى اليد، الله عز وجل أثبت له اليد في القرآن: ولما خلقت الأيدين، فنقول أن معنى اليد القوة، غيرناها عن ظاهرها. هذا قول الله بلا علم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واليد في لغة العرب هل معناها القوة؟ لا، اليد المعروفة. فإذا غيرناها فإنا قلنا على الله بلا علم، وهذا يعني خطير. فتفسير يعني مثلا تفسير القرآن أو تفسير القرآن بغير ما أراده الله هو قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، وهذا محرم. قول على الله بلا علم محرم، بل هو من أكبر الذنوب. قال لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية أن الله بدأ بالأسهل، يعني الذنب الخفيف، ثم الأعظم، ثم الأعظم، ثم الأعظم، ثم الأعظم. فالقول على الله بلا علم أعظم من الشرك في هذه الآية، لأن قال الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله أعظم. لماذا؟ لأن القول على الله بلا علم شرك وزيادة. القول على الله بلا علم شرك في الطاعة، شرك في الطاعة، كما قال الله عز وجل في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الصحابي، أظن عدي بن حاتم أو نسيت من هو الصحابي، يعني كان من أهل الكتاب ثم أسلم، وقال: يا رسول الله إنا لم نعبدهم. الله عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي شركاء من دون الله. قال: إنا لم نعبدهم يا رسول الله. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا من القول على الله بلا علم. قال: مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال: فإن ظاهر الآية أن لله عز وجل، سبحان الله مثلت باليدين وجاء أنا ما اطلعت. قال: فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به. الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، معروف معنى في اللغة العرب، معروف معنى اليدين، صح؟ معنى اليدين معروف، اليد هذه يد، صح؟ لكن يد الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، لابد في جميع صفات الله عز وجل لا نعلم الكيفية. المعنى معروف لكن كيف لا يجوز، ولا يجوز السؤال عنه، بل السؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. قال: فإن قال قائل: المراد بهما القوة، مراد باليدين القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به، لا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم. وقس على ذلك غير من الصفات، الوجه، الضحك، يعني الغضب، إلى غير ذلك من الصفات. قال: القاعدة الثانية في أسماء الله، تتعلق بأسماء الله. قال: وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله قواعد في أسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، تحفظ هذه القواعد، مفهوم؟ تحفظ هذه القواعد لأنها جيدة، يعني أصول كأصول في باب الاعتقاد، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا ندرس القواعد المثلى إذا أتممنا هذا بإذن الله وطال الله في العمر وكتب الله عز وجل لنا البقاء هنا.
يعني كتب الله عز وجل لي البقاء هنا، أدرس القواعد المثلى، القواعد المثلى بعد هذا. يعني وهذه القواعد يعني من القواعد المثلى ذكرها علامة ابن عثيمين هنا، يعني وهي من القواعد المثلى، هو الذي ألف كتاب القواعد المثلى، فذكر بعض القواعد هنا، ذكر بعض القواعد هنا، مقدمة في يعني لمعة الاعتقاد. فإذن هذه القاعدة الأولى في أسماء الله، أسماء الله عز وجل كلها حسنى. الأول القاعدة الأولى في يعني في نصوص الأسماء والصفات، الواجب علينا أن نبقيها على ظاهرها، أن نبقيها على ظاهرها. أما الآن القواعد في أسماء الله، القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي حسنى أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذا القاعدة مأخوذة دليل. ما الدليل على أن أسماء الله يعني كلها حسنى؟ هذا ولله الأسماء الحسنى. فأهل السنة كما تقدم معنا، أهل السنة لا يأتون بشيء إلا بدليل، لا يأتون بقاعدة ولا بأصل إلا بالدليل. فهنا ذكر القاعدة أسماء الله كلها حسنى، ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. قال: مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، يعني ليس من أسماء الله الدهر لأنه ليس فيه حسن وغاية في الحسن، مفهوم؟ فأسماء الله عز وجل كلها حسنى. إذن والدهر ليس من أسماء الله، لماذا؟ لأنه ليس فيه حسن. الدهر هو الزمان، ما فيه حسن، ما فيه حسن. قال: لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر. مالك المالك، الله عز وجل المالك المتصرف في الكون. قال: فإن معناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيده الأمر أقلب الليل والنهار. هذا هو الدهر. الدهر هو عبارة عن الليل والنهار، عن الزمان. فليس من أسماء الله الدهر، فإن الله هو الدهر ليس معنى أنه من أسماء الله، وإنما معناه أن الله عز وجل هو المتصرف يعني الدهر، المالك له. قال: الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. هذا من قواعد الأسماء، من قواعد الأسماء. الأول أن أسماء الله كلها حسنى، دليل الأسماء الحسنى. الثاني أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، يعني أسماء الله كما جاء في الحديث أنها 99 اسم، لا، ليست محصورة، أو 100 اسم. أسماء الله عز وجل ليست محصورة، كثيرة لا نعلم عددها، مفهوم؟ أو نقول مثلا أسماء الله 99 أو أسماء الله 100، لا، ليست محصورة بعدد معين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك. يدعو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو لك. هذا أيضا يعني مما ينبغي أن يدعى به، مما ينبغي أن يدعى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله يعني عند الله عز وجل، لا أحد يعلم. هناك أسماء لا نعلمها عند الله عز وجل، استأثر الله عز وجل بعلمها من علم الغيب. قال: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به، لا ندري كم عند الله من أسماء في علم الغيب، من أسمائه لم يطلع عليها، يعني لم تنزل في كتابه، ولم يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي في علم الله. إذن الصحيح أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، فلا يعني ينبغي أن يقال أن أسماء الله 99، أن أسماء الله 99 محصورة فقط، أسماء الله هي 99، لا. إنما جاء حديث يعني سيذكر المؤلف، قال: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به،
والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن لله 99 اسما. هنا ذكر أن لله عز وجل 99 اسم. ما معنى هذا الحديث؟ هل أسماء الله فقط 99؟ لا، وإنما المراد أن هذه الأسماء من أحصاها حفظها، ويعني معناها دخل الجنة كما سيذكر. قال: معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اسم من أسماء الله. إذن أسماء الله أكثر، أسماء الله أكثر من 99. هذه من أسماء الله فقط 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسماء الله تعالى بهذا العدد، وليس المراد أن أسماء الله 99. مفهوم؟ أن أسماء الله 99، إنما المراد هذه من أسماء الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه علم معناها وحفظها، مفهوم، دخل الجنة. قال: ثم يعني يمثل، قال: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. مثلا أنا أقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة، صح؟ أنا أقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أن ما عندي إلا 100 درهم؟ هل معنى أني لا أملك، ما في عندي إلا 100 درهم؟ لا، عندي مال أكثر من 100 درهم، صح؟ لكن هذه 100 درهم أعددتها للصدقة. فهكذا هذه 99 اسم من أحصاها حفظها كما يقول العلماء وعلم بمعناها دخل الجنة. إذن فقط هذه 99، وإلا لله عز وجل أسماء أخرى، مفهوم؟ لله عز وجل أسماء أخرى. فإذن هذا هو الصواب، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. قال: الفرع الثالث، القاعدة الثالثة: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. نعم، لا نأتي بعقلي نقول من أسماء الله عز وجل كذا، مثلا باب المثال، ولله الأسماء الحسنى، مثل من أسماء الله عز وجل كذا. ما الدليل؟ بعقلي أن الله عز وجل يعني يصلح له هذا الاسم، هذا الاسم. أقول له لا يجوز، أسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل، إنما تثبت بالدليل من القرآن والسنة، السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي توقيفية. قال: فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكن إدراك ما يستحقه تعالى، يستحق الله عز وجل من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، نتأدب، واجب علينا أن نتأدب مع الله عز وجل، فنسميه بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نزيد ولا ننقص. إذا مثال ذلك من أسماء الله عز وجل السميع، صح؟ الله هو السميع العليم، ذكر الله عز وجل في القرآن. نقول ليس من أسماء الله السميع، يعني والعياذ بالله، هذا لا يجوز. الله عز وجل أثبت، لا ننقص ولا نزيد زيادة فوق أسماء الله عز وجل، نأتي بأسماء ليست في القرآن ولا في السنة. قال: الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. يأتي معنا سيفهم بالشرح. قال: ولا بد ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. نثبت لله عز وجل ذلك كله. مثلا يعني نقرأ كلام المؤلف يعني سيثبت. قال: مثال ذلك في غير المتعدي، اسماء الله عز وجل منها متعدية، فنثبت الاسم والصفة التي تضمنها، وإذا كان متعدي نثبت الاسم والصفة والأثر المترتب على ذلك. قال: مثال ذلك في غير المتعدي، الاسم يكون اسم والصفة فقط. العظيم فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل. العظيم اسما من أسماء الله، أو يعني ثبت ذلك في القرآن، ثبت
ذلك في القرآن والسنة. العظيم قال دالا على ذاته، أي على ذات الله عز وجل، فالله عز وجل العظيم من أسمائه العظيم. قال وعلى ما تضمنه من الصفة، وهي صفة العظمة، صفة العظمة. إذن فاسم الله العظيم دال على ذات الله عز وجل، اسم العظيم، وعلى الصفة المتضمنة لهذا الاسم العظيم، صفة العظمة. العظيم صفة العظمة. قال ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، تعدي إلى غيره الأثر المترتب. قال فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى، من أسماء الله الرحمن، من أسماء الله الرحمن يدل على ذات الله عز وجل. قال وعلى ما تضمنته الصفة، وهي صفة الرحمة. الرحمن يتضمن الرحمة، يتضمن صفة الرحمة، فالله عز وجل رحيم. وعلى ما ترتب عليه من أثر الرحمة أنه رحيم بعباده، أي يرحم عباده. قال وهو أنه يرحم من يشاء، وأنه يرحم من يشاء. فإذن نؤمن بأسماء الله عز وجل أن لكل اسم صفة، وإذا كان متعدي يتدل على الأثر المترتب على تلك الصفة، الأثر المترتب على تلك الصفة. مثلا السميع، الله عز وجل سميع، من أسمائه السميع، صح، من أسمائه السميع، ومن صفته السمع، صفة السمع لله عز وجل، من أسمائه السميع. ومن يدل على السميع من يعني يدل على صفة السمع، أن الله عز وجل يسمع، أن الله عز وجل يسمع. والأثر المترتب أن الله عز وجل يسمع، وأن الله يعني من يدل على صفة السمع، وليس هناك أثر مترتب على ذلك، إنما الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع يعني قرع النملة، يعني صوت النملة عندما تمشي يسمع قرع النملة السوداء على الصخرة الصماء، على الصخرة الصماء. إذن هذه قواعد في أسماء الله عز وجل، وهذا من باب الاختصار، وإلا هذه القواعد في أسماء الله عز وجل سيأتي معنا مزيد شرح لها. هذا من باب فقط نذكر الاختصار، نذكر ما ذكره المؤلف في هذا يعني الكتاب في هذه المقدمة، وإلا يعني القواعد لها شرح أكبر وأكثر في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.